بصوا اللحمه دايبه، طعمها حلو قوي. يلا نشوف بتتعمل ازاي. معايا معلقه كبيره كده من السمنه البلدي، لو عايزه تضيفي لها معلقه زيت تمام، ومعلقتين كبار او 3 معالق كبار كده من الثوم على حسب الكميه اللي حضرتك هتعمليها. بقلب الثوم في السمنه لحد ما لونه يبقى غامق. يعني انا بس مش عايزاه ذهبي، لا، او مش هشم ريحه الثوم بس، لا انا عاوزاه يكون غامق، لان الريحه دي بتبقى قويه جدا جدا مع الفته. لحد ما يوصل للون ده كده، وبعدين بقفل النار. وبعد كده بضيف بقى ربع كوباية او نص كوباية من الخل على حسب انتي بتحبي الخل ايه. بعد ما بطفي النار احط بقى كمية الخل دي على التوم. باخد نص كمية التوم بالظبط، احطها في حلة منفصلة، وبعد كده بضيف عليها على حسب برضو الكمية اللي حضرتك هتعمليها. يعني لو هتعملي كوبايتين رز بتعملي نص كيلو من الطماطم معاها. معايا نص كيلو من عصير الطماطم حطيته على التوم وسبتها تتسبك لحد ما توصل لنص التسبيكة كده. حط عليها معلقة كبيرة صلصة، معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنا كانت خلاص اتسبكت كويس جدا، المادة الدهنية طلعت كده على الوش بتاع الصلصة كده، هي تمام. بقفل عليها النار. بعد كده بقى ببتدي احضر العيش بتاع الفتة. بجيب حوالي 3 ترغيفة كده صغننين قوي، اللي هو اللي بجنيه ده. وبعد كده بقطعه بالمقص. انا بحب اقطعه بالمقص علشان كله يطلع قطع متساوية بالحجم اللي حضرتك طبعا عاوزاه. بجيب معلقة كبيرة زبدة او سمنة، وببتدي ان انا اشوحهم كده على النار لحد ما يوصلوا للون اللي انت عاوزاه. وكمان التحميصة بقى اللي احنا عارفينها. ابتدي بقى اعمل الرز الابيض. في ناس بتحط ورق لوري، في ناس بتحط مستكة، انا بحب اعمله رز ابيض خالص. بجيب معلقة كبيرة من السمنة على زيت، واحط كوبايتين كده من الرز المغسول ومتصفي كويس جدا، علشان الرز الابيض ده معروف انه بيعجن شوية، فلازم نصفيه كويس. بحط عليه كمان معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. ابتدي بقى ان انا اقلب فيه واغلف الرز كله بالسمنه، او بشمعه. بعد كده بضيف مقدار المية المغلية بتكون فوق الرز بعقلة صباع. وبعد كده بغطي عليه، بسيب النار عالية لحد ما يتشرب، وبعد كده بوطي بقى خالص خالص واحط الشياطة. يبقى كده الرز تمام معاكي وبيطلع مفلفل وخطير. وهو بقى مولع كده. الفتة يا جماعة لازم تتاكل سخنة، يعني لو بردت بجد بتبقى مش حلوة خالص. بجيب بقى العيش المحمص بتاعي وبضيف له شوية التوم اللي كانوا فاضلين، ضفت عليهم كبشتين كده من الشوربة. ضفت بقى التوم دوت على العيش، وبسيبه كده لحد ما يطرى حاجة بسيطة، وبعدين بحط طبقة الرز، وبعدين باقي التوم والصلصة بقى من فوق. وبتقدمي بقى معاه لحمة ضاني، لحمة بتلو، اللي انت عاوزاه، وطبق سلطة خطير. الوصفة بتاعت النهاردة سهلة جدا، بس هي أكلة مصرية أصيلة. لو عجبتكم ياريت تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.